وصفتنا النهاردة عيش البريوش من أجمل أنواع المخبوزات الفرنسية اللي بيتميز بالطعم الخطير بجد. طعمه تحفة قوي لأن هو بيبقى غني شوية بكمية الزبدة اللي بتدخل في العجين وكمية البيض، وده بيديله طعم وريحة عن أي عيش انتوا جربتوه. تعالوا نعمله بتكات بسيطة خالص وبتكنيك بسيط في البيت وبمكونات موجودة في كل بيت. هنحضر أحلى عيش بريوش. يلا نشوف هنحضره ازاي. أول حاجة أنا هجيب ربع كوباية حليب دافي، عليها ربع كوباية سكر، عليها معلقة كبيرة خميرة فورية، وهندوبهم كويس قوي مع بعض لغاية ما السكر يدوب تماما. هضيف عليهم نص كوباية دقيق وهنخلط كل المكونات دي مع بعض كويس ونبتدي نغطيهم لغاية ما يختمروا مثلا حوالي نص ساعة. خلال المرحلة دي هحضر حاجة اسمها مطري العجين، ده بيخلي العجين هش جدا. معلقة كبيرة دقيق عليهم 6 معالق كبار مية وعلى نار هادية لغاية ما نوصل للقوام اللي احنا شايفينه ده زي المهلبية كده. بعد النص ساعة هضيف 2 بيضة عليهم معلقة كبيرة خل وهندوبهم كويس جدا. هكون محضرة 3 كوبايات الا ربع دقيق وربع كوباية لبن بودرة، معلقة صغيرة ممسوحة بيكنج باودر، ومطري الخبز اللي احنا عملناه. وهبتدي بقى اضيف عليهم ربع كوباية حليب دافي بالتدريج كده، هننزل بيها شوية بشوية على حسب بقى نوع الدقيق. ممكن تقل معلقة لبن، ممكن تزيد معلقة لبن على حسب نوع الدقيق. بس بعد ما عجننا كده هنكون محضرين جنبنا نص كوباية زبدة بدرجة حرارة المطبخ. انتوا ممكن تستغربوا ان كمية الزبدة كتير هنا، لا مش كتير خالص، لان العيش ده بيتميز بنكهة الزبدة الواضحة فيه، بيديله طعم خطير. هنعجن كويس جدا مدة 10 دقايق. بعد ال10 دقايق هنسيب العجين يختمر ويعلى كده زي ما احنا شايفينه. بعد كده هنبتدي نقطعه لكرات، حوالي 3 كرات كبار او حوالي 4 كرات زي ما نحب يعني. رشة دقيق خفيفة على سطح العمل. هنبتدي بقى نتني الكورة كده زي ما احنا شايفين من الطرفين. هنبتدي نفردها بالنشابة كده بالراحة زي ما احنا شايفين، ونبتدي نفردها رول ونلف كده ونضغط عليها بأطراف صوابعنا ونقفل من الأطراف علشان نجمع نسبة هوا داخل العجين، والعجين لما يختمر يبقى هش كده من جوه وطري وفلافي كده. بعد كده هنشكل كل كمية العجين بنفس الشكل اللي احنا شايفينه كده. هكون محضرة الصينية اللي هشتغل فيها، هكون دهنها زيت خفيف وحاطة فيها ورق زبدة، لو مفيش ورق زبدة مسحة زيت خفيفة ورشة دقيق كده خفيفة. وهنبتدي نرص فيها العيش. بعد ما نرص كل الكمية هنبتدي نغطيها بفوطة ونسيبها في مكان دافي لغاية ما العيش يرتفع كده خالص وهتلاقوه ملأ القالب بتاعنا. بعد كده هدهن الوش بشوية لبن كده حوالي معلقتين لبن. هندهن السطح كويس بيخلي لونه جميل جدا ذهبي وجميل. هكون مشغلة الفرن يكون ساخن جدا على درجة حرارة 180. هيخش الفرن هياخد حوالي 35 دقيقة. أول ما يخرج من الفرن هكون مسيحة معلقتين كبار زبدة وهبتدي أدهن سطح العيش كويس جدا بالزبدة من الجنب كده ومن فوق. نحاول ندهنه كويس قوي بالزبدة، هو هيشرب الزبدة دي يا جماعة. ونغطيه بقى بفوطة ناشفة ونسيبه لغاية ما يبرد تماما. هنغطيه علشان يطرى، كل ما بنسيبه كده متغطي بنلاقيه طري وبقى فظيع زي ما احنا شايفين قوامه هش زي الاسفنجة بالظبط. ومش عايزة اقول لكم الريحة عاملة ازاي في المكان، مالية ريحة البيت. طعمه خطير وريحته تحفة، فعلا من احلى انواع المخبوزات اللي انا عملتها. اتمنى ان انتوا تجربوه وامشوا على التركات البسيطة اللي انا قلت عليها، هيطلع معاكم احلى نوع عيش جربتوه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير علشان ده بيساعد قناتنا تكبر. اشوفكم في وصفة جديدة، باي باي.